السلام عليكم. ازيكم؟ ايه هم اهم حاجتين تعملهم وانت رايح الكشف الطبي او انت رايح الارجا او انت رايح تترحل او رايح تسمع السلاح او رايح الحلمية او رايح اي مكان ليه علاقة بالتجنيد، ليه علاقة بيومك في التجنيد؟ هتترحل مثلا، هتروح الكشف الطبي، هتروح حلمية، هتروح المجمع الطبي، اي مكان ليه علاقة بالتجنيد. ايه هم اهم حاجتين تعملهم هيعدوك من كوارث كتير جدا وهيعدوك من مشاكل كتير جدا؟ عشان اليوم بتاعك يكون سهل في التجنيد لازم تعمل حاجتين مهمين جدا هقول لك عليهم ان شاء الله. بس قبل ما اقول لك عليهم ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد وتقدر تفيد زمايلك. طيب، ايه هم اهم حاجتين بقى اقدر اعملهم عشان اقدر استفاد في التجنيد او اقدر ان انا يومي يبقى كويس في التجنيد؟ اولا، فيما يتعلق باللبس، انت بتروح لابس ايه؟ انا بلاقي ناس رايحه لابسه، اللي لابس لك جزمه ببوت، واللي لابس لك جزمه ببوز، واللي لابس لك طقم خروج ومش عارف ايه. انت لا، انت مش رايح حنة شيماء، يعني انت مش رايح فرح، انت رايح التجنيد. يوم صعب جدا، يوم هتنام فيه على الارض وهتتمرمط وهتتبهدل ويومك هيبقى صعب. فانت ازاي تروح لي لابس لي لبس خروج، لبس كاجوال؟ طبعا ما ينفعش تلبس تبقى رايح لابس لبس خروج، خصوصا اللبس خروج الصعب، جواكت الجينز، القمصان اللي هي الجامده جدا، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. ده ما ينفعش في التجنيد. هو ما ينفعش عشان هم محرمينه؟ لا، هو ما ينفع، هم مش محرمين حاجه. انت لو رحت لابس اي حاجه هيدخلوك بيها، انما هو عشان ده هيصعب عليك اليوم اكتر. كل ما تبقى لابس لبس بيقيدك اكتر، كل ما انت هتبقى الدنيا اصعب عليك. تلبس لبس خروج، ولبس خروج من اللي هو اللبس اللي بيخنق، هتروح هناك تتخنق. يعني لابس لبس فرح مثلا، لابس لي قميص ولابس لي ولابس شميز ولابس بنطلون ولابس كوتشي دمه تقيله ولابس جزمه رخمه، الحاجات دي كلها دي هتصعب عليك اليوم، مش هتسهله. ما انت انت مش راح تفرج العساكر عليك هناك. خد البس اسهل لبس ممكن تلبسه. طب ايه اسهل لبس ممكن البسه؟ وفي سؤال بيتسال لي كتير، هل انا ممكن البس شبشب وانا رايح؟ ايه اسهل لبس انت ممكن تلبسه؟ تلبس تيشيرت خفيف، ده من فوق من هنا، ده من حيث اللبس من فوق من هنا. وبالنسبه للبنطلون، البس بنطلون ميلتون، اللي هي البنطلونات اللي هي القماش دي، ده هيسهل عليك اليوم جدا. ومن تحت البس مثلا كوتشي خفيف. البس شبشب لو عايز، مفيش حد هيمنعك من دخول لو انت لابس شبشب، عشان ما حدش يكذب عليك. انا سمعت ناس كتير قوي بتقول لك ايه، بتقول لك ان انت لو رحت التجنيد بالشبشب، الناس لا، ممكن اكون تكون ظروفي صعبه. يا عم انا ظروفي صعبه يا عم، يعني قرايبي حالهم على قده، اروح استلف كوتشي؟ لا، مش هستلف كوتشي. قرايبي ايه حالهم على قدي، اهل بيتي حالهم على قده، انا ما عنديش كوتشيات، عندي كوتشي وعايز اروح بشبشب. يا عم براحتي، حد ليه عندي حاجه؟ لا، ما حدش ليه عندك اي حاجه، والبس اللي انت عايزه. دي اول مشكله. يبقى احنا عرفنا اول مشكله ليها علاقه باللبس. فانا اهتم جدا 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 فوق ما تتخيل باللبس، لان اللبس انت لما تروح تقعد في التجنيد مثلا، تروح الساعه 6 فتمشي 3 العصر، تروح 6 الصبح تمشي 3 العصر، 9 ساعات. مهم جدا 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 انك تكون مهتم بلبسك، مش مهتم بلبسك من حيث الشكل قد ما مهتم براحتك وانت هناك، لان انت طول الوقت قاعد على الارض، طول الوقت قاعد على المصطبه. لو رايح بلبس ببنطلون جينز ورايح لي بقميص وبتاع، الحاجات دي هتقدرك، خصوصا لو ايه، لو في شمس او كده، او هتقعد على الارض او هتنام على الارض او اي حاجه، لان في ايام بتبقى طويله جدا في الجيش، خصوصا يوم الكشف الطبي. فدي اول نصيحه ليك فيما يتعلق باللبس. النصيحه التانيه في التعامل مع العساكر. التعامل مع العساكر امتى؟ قلت لك في الاول، التعامل مع العساكر كل حاجه ليها علاقه بالتجنيد فيها تعامل مع العساكر. واحد، يوم الكشف الطبي. اتنين، حتى لو انت هترجع الكشف الطبي قالوا لك العياده بتاعتك اللي انت فيها مش موجوده وهتيجي بكره. اتنين، لو في الحلميه. تلاتة، لو في الحلميه سواء انت عامل تظلم او محولين لك لجنه عليا. تلاتة، لو انت رايح المجمع الطبي. أربعة، يوم الإرجا. خمسة، يوم سماع السلاح. ستة، يوم الترحيل. كل الأيام دي فيها تعامل مع العساكر. طب إيه اللي تعمله مع العسكري؟ العسكري بتاع التجنيد ده بيبقى عسكري إيه؟ فاهم؟ هو أنت دايما رايح له خايف، فأنت كمنك رايح له خايف. هو إيه؟ بتلاقيه تحس دايما إن هو إيه، من ناحيتك عايز يضغط عليك. أو مثلا لو هو مثلا في عساكر بتبقى ناس محترمة، بس المعظم بيبقى عنده إيه؟ عنده مشاكل نفسية ما تفهمش ولا عنده إيه. تحس ان هم يا لاسعين يا اما من كتر ما هو بيتقدر فعايز يقدر اللي حواليه، الكلام ده كله. المهم ان هو في ممكن تقابل العسكري عنده نقص مثلا، زيه زي اي بني ادم عادي. العسكري اللي عنده نقص ده هيحاول يطلع فيك النقص. طب هيعرف يطلع؟ انت بقى قدامك حل من اتنين، اما انك تديله فرصه انه يطلع عليك النقص، او ما تديلوش فرصه انه يطلع عليك النقص. طب ما تديلوش فرصه انه يطلع عليك النقص ولا يقدرك ولا يقل منك قدام زمايلك، طب تعمل ايه عشان ما يقلش منك قدام زمايلك؟ قدامك حاجتين. الحاجه الاولانيه انك انت نفس اللي هيطبق على زمايلك هو هيطبق عليك، فما تسالش كتير.
ما تقعدش تسال كتير في التجنيد. انت كده كده انت اهم حاجه تبقى متاكد ان المجموعه اللي انت معاها دي اللي هيسري عليها نفس اللي هيسري عليك. طب انا اتاكدت انه هيسري عليهم نفس اللي هيسري عليك، خلاص يبقى الموضوع خلص بالنسبه لك. السؤال الكتير ملوش اي 30 لازمه. ادي رقم واحد. الحاجه التانيه ان انت وانت في التجنيد ما تعاملوش وحش، ولا تتكلم معاه بصوت عالي، ولا تحاول تحتك بيه كتير. اي احتكاك بالعسكري لازم هيعمل معاك مشكله، ولازم هيقدرك، ولازم هيعمل معاك مصيبه سوداء. فانت عشان تخلص من القصه دي، لازم تخلص منها بطريقتك انت، بذكائك انت. طب هتخلص منها ازاي؟ هتخلص منها عن طريق ان انت ما تحتكش بيه كتير. طب انا اقدر ما احتكش بيه؟ طبعا. انت هو بيقول لي اقف في الطابور، اقف في الطابور. مثلا خد مسافه اللي قدامك، خد مسافه اللي قدامك، حازي على اللي قدامك، حازي على اللي قدامك، حط ايدك عليه، حط ايدك عليه، تعالى في المكان الفلاني، تعالى في المكان الفلاني، هنعمل كذا، هنعمل كذا. ما تقعدش بطلوا رغي، بطلوا رغي. محدش ياكل، محدش ياكل، محدش يشرب سجاير، محدش يشرب سجاير. اعمل اللي يقول لك عليه بالظبط. لان الحاجتين دول في اللي انا قلت لك عليهم دلوقتي، وكده انا خلصت. الحاجتين دول في ايدهم ان هم يسهلوا عليك اليوم، وفي ايدهم ان هم يخلوا لك اليوم كارثه من الكوارث. يقعد بقى العسكري مقدرك، ياخد منك ال 110، يعمل لك اي حاجه. فانا الله الغني عن ان انا اي يوم اروح في التجنيد اقعد دقيقه زياده، لان الدقيقه دي انت اولى تقعدها مع اهلك، خصوصا لو هتخش. فانت اولى تقعدها مع اهلك، اولى انك تروق على نفسك، تجيب لنفسك حاجه، تخرج، تروح، تنام. انت اولى فيها، بدل ما ياخدك يقدرك وياخد منك ال 110 وفي ايده يعمل الحاجات دي، في ايده يعمل الحاجات دي. تمام، لان هم بيدوا له سلطه زياده شويه، اكمن هو بيتعامل مع العساكر. فخد بالك كويس جدا من النقطتين اللي انا قلتهم لك دول، لان هم في غايه الاهميه، وهيفرقوا معاك كتير جدا في سهوله اليوم وصعوبته. شكرا جزيلا، سلام عليكم.